ماشي لازم مكونات كثيره باش نديرو تحليه بنينه. بمقادير بسيطه نوجدوا هذه التحليه اللي راكم تشوفوا فيها، تجي اكثر من رائعه شكلا ومذاقا. ننصحكم ديروا حفظ لا فيديو ونروحوا نديروها مع بعض. اول حاجه نبداو بها هي الكريمه اللي فيها 3 كيسان حليب، سعه الكاس 240 ملي. ضفت عليهم 3 مغارف كبار تاع فلون بدبق الكراميل وعطر الكراميل، وزوج مغارف كبار مايزينا ولا فارينه اللي كانت متوفره عندكم. نخلطوهم كامل مع بعض فوق النار مع التحريك المستمر حتى تتقى لنا وتعطينا هذا الشكل. بعدها نفرغوها في ريسيبيون ونخلوها حتى تبرد تماما. وشوفوا القوام تاعها كيفاش يكون ثقيل. بعدها هنايا ضفت عليها نص كاس شونتيي وطلعتها بالباتور حتى نتحصلوا على كريمه تكون بزاف خفيفه كما راكم تشوفوا. ونجو للمونتاج. هنايا انا خيرت هذا القوالب وانتم ديروا اي مول عندكم، تقدروا ديروهم انديفيديال يعني ديروهم في قوالب صغار. درت كطبقه اولى البسكوي اللي كنت شمخته في الحليب، ضفت عليه الكريمه، نزيدوا البسكوي ونضيفوا الكريمه هكذا حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي، وندخلهم للثلاجه على الاقل ساعتين. والطبقه الاخيره انا اخترت كريمه اللوتيس وتقدروا تعوضوها بالكراميل، وزينتها بالفيتين اللي راح يعطيها قرمشه. وهذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. ننصحكم ديروا حفظ الله فيديو، جربوها واعطوني رايكم. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.